طبعا لفوائد شمع العسل إذا كان طبيعي فوائد كتير متنوعة، أهمها على الالتهابات. طبعا بخفف من أعراض الالتهابات سواء كانت الالتهابات جلدية للبشرة أو حتى الالتهابات الداخلية اللي ممكن كتير ناس تنصاب منها. بالإضافة عنا لفوائدها للبشرة كمان الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلات تحسس هاي طبعا عنا بالقناة التنفسية أو حتى الأشخاص اللي بيعانوا من الربو كتير ممكن يستفيدوا من تناول شمع العسل. أما مشكلات البشرة اللي كتير من الناس ممكن يعانوا منها، احتواء شمع العسل على الفيتامين A ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب كثير ممكن تساعد الحفاظ على بشرة فيها رونق ومضادة لحب الشباب اللي كثير من الناس ممكن عم بيعانوا منه ومتغلبين بسببه. طبعا شمع العسل إذا كان طبيعي نقدر نميزه من لونه. طبعا بدنا نكون عارفين انه مش كل شمع عسل المفروض انه يكون شفاف، هذا الاشي بيعتمد حسب حبوب اللقاح اللي بتجيب النحلة منه لصناعة الشمع تبع العسل. طبعا شمع العسل كمان بندرج تحت حل مشكلات القناة الهضمية. الاشخاص اللي بيعانوا من مشكلة البواسير كتير ممكن يستفيدوا من شمع العسل اذا قدروا يتناولوه بشكل منتظم. يعني كمان الاعراض المصاحبة لمشكلة البواسير اللي الناس كتير ممكن تتغذب بسببها او تتغلب، كتير ممكن انهم يتغلبوا على هاي المشكلة في تناولهم قطع صغيرة من شمع العسل. طبعا شمع العسل ممكن احنا نتناوله على شكل علكة او حتى على خلطه مع العسل بحد ذاته، فتناولنا للعسل بشكل منتظم كثير ممكن يساعدنا على التخلص من مشكلات متنوعة او حتى وقايتنا من بعض المشكلات اللي ممكن تحصل معنا في المستقبل. بدي اتمنى لكم الصحة والسلامة للجميع.